عايزة ربنا يغفر لي اللي عملته، عايزة ربنا يغفر لي ذنوبي. دي الجملة الوحيدة اللي بترددها طول الوقت. مفيش جملة على لسانها إلا الجملة دي، لا بترد على حد ولا بتسمع على حد. كل اللي بتعمله بتصلي وبس. وفين؟ في وسط الشارع، وسط الناس، وسط اللي رايح واللي جاي، بتعيط وبتدعي ربنا وبس، رافضة المساعدة من أي حد وإنها تاكل أو تشرب. صورة انتشرت على السوشيال ميديا لبنت مجهولة الساعات اللي فاتت وقلبت الدنيا. محدش يعرف مين دي ولا اسمها ايه، والكل بقى بيشوفها على الحقيقة في الشارع أو على السوشيال ميديا وبيسأل عنها، وعايزين يعرفوا منها أي معلومة يقدروا يساعدوها بيها ويعرفوا قصتها ايه. فيا ترى مين البنت دي وايه قصتها، وازاي اتحولت حياتها فجأة كده من بنت طبيعية جدا لبنت ماشية وعايشة في الشارع؟ ازاي الإنسان يتحول لشخص رافض يشوف أو يكلم أي حد، زاهد الدنيا واللي فيها؟ غموض ولغز في حياة البنت دي، والكل بيسأل يا ترى يا هل ترى. من أصعب اللي ممكن يمر على أي حد لحظة فقدانه لنفسه، فقدانه لكل شيء حواليه، فقدانه لطعم الحياة والشغف فيها. مش عايز حاجة من الدنيا، أيام بيقضيها لحد ما يفارق الحياة، يعيش وكأن دي أواخر أيامه، زاهد كل حاجة في الدنيا وبيتوسل لربنا، ومش عايز حاجة إلا إن ربنا يغفر له ذنب كبير عمله. ربنا وحده اللي عارف هو عمل إيه بالظبط. هو ده حال البنت المجهولة اللي انتشرت صورها على السوشيال ميديا وقلبت السوشيال ميديا بمعنى الكلمة، والكل عايز يعرف حكايتها ايه. بعض الناس اللي شافوها في الحقيقة بيقولوا انها من شبرا الخيمة، والبعض بيقول انها من منطقة الطوابق في الجيزة، ولكن مش مهم هي منين، المهم قصتها ايه. واحد اسمه احمد رشاد من اهالي شبرا الخيمه هو اللي نشر صورها على الجروبات، واتفاجئ بعدد كبير جدا من الاتصالات والتعليقات بيقدموا المساعده، وناس كتير عارفاها وعارفه قصتها. وواحد من التعليقات دي كان حد من معارفها وعارف حكايتها، وقال ان البنت دي اسمها رحاب عبد الفتاح، وكانت هي واختها الكبيره جيرانه في منطقه الطوابق بالجيزه من وهم صغيرين ولحد 7 سنين كده، ومن بعدها ما يعرفش حاجه عنهم. كانوا عايشين أسرة من أب وأم والأختين لحد ما والدهم اتوفى من وهم صغيرين، وعاشوا مع أمهم لفترة لحد ما أمهم ربنا افتكرها وفرقت الحياة هي كمان. ومن هنا الأختين اختفوا تماما ومحدش يعرف عنهم أي حاجة خالص. كل اللي يعرفه صاحب التعليق إن دي رحاب، وكانت معاه في المدرسة الخاصة وحالتهم المادية كانت كويسة جدا. لكن إيه اللي حصل لها وتبدل حالها بالطريقة دي؟ وفين أختها؟ هل ممكن تكون رحلت هي كمان؟ طب هل رحاب اتعرضت لمواقف وتصرفات من اللي حواليها وده اللي خلاها بالنفسية دي؟ لغز رحاب محدش يعرفه غير هي، محدش قادر يعرف منها أي معلومات علشان يساعدوها. هي الوحيدة اللي تعرف هي مرت بإيه، والصدمة اللي تعرضت ليها خلتها البنت المجهولة صاحبة اللغز والقصة الغريبة دي. فيا ترى إيه اللي جوه دماغ رحاب؟ هل محتاجة للعلاج النفسي ولا هي شخصية طبيعية؟ ده اللي هنحاول نعرفه.